جعفر يفتخر بجده علي رحمه الله ورضي عنه. ومن لا يفتخر بعلي؟ نحن كمسلمين وإن كنا لا ننتسب إلى علي رضي الله عنه نسبا، إلا إننا ننتسب إليه دينا، نحبه ونتقرب إلى الله بحبه، ونفتخر أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه من أعلام المسلمين، من أعلام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا كان يقول جعفر في أمثال علي: جعفرنا. بينما جعفرهم لا يعظم عليا. كيف لا يعظم عليا؟ نعم لا يعظم عليا، لأنه لما سئل عن زواج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وعنها من عمر بن الخطاب، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، فعظم هذا الأمر في أعين الشيعة. هم يقولون لعامتهم، يقولون للناس: إن عمر كافر، إن عمر فاجر، إن عمر فاسق، إن عمر أكفر من إبليس. فيأتيهم العامة فيقولون: كيف تقولون هذا وعلي زوج ابنته أم كلثوم من عمر؟ فلم يجدوا مخرجا من هذا إلا باب الكذب، فكذبوا على جعفر بن محمد رضي الله عنه حيث سئل عن زواج أم كلثوم بنت علي من عمر فقال: ذلك فرج غصبناه. وهذا في الكافي في الجزء الخامس صفحة 46 و300. معاشر الشيعة الاثني عشرية، أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ أين محبتكم لعلي رضي الله عنه؟ أيغصب فرج بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي لا يحرك ساكنا؟ أترضاه لنفسك؟ أترضاه لنفسك؟ ألست تموت دفاعا عن عرضك؟ أتزوج كافرا مشركا منافقا ابنتك وتقول فرج غصبناه؟ أتقبل هذا على نفسك؟ لا أراك تقبله، فكيف تقبله من علي؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. جعفرنا هو جعفرهم. جعفر الصادق جعفرنا بشر يصيب ويخطئ ويسهو وينسى، بينما جعفرهم خلاف ذلك. يقول ابن بابويه القمي: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، وإنما أسهاه الله ليعلم أنه بشر. هذا قاله في من لا يحضره الفقيه. إذن يسهو، والذين ينفون السهو هم الغلاة، ويقول الصدوق لعنهم الله. بينما المجلسي الآن وغير المجلسي كثير من علماء الشيعة يقولون إن نفي السهو عن الأئمة من ضروريات المذهب، من ضروريات.
ليست من المذهب بل من ضروريات المذهب. جعفرنا هو جعفرهم. جعفرنا ينهى عن اللطم والنياحة. عن الصادق عن آبائه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن اتباع النساء للجنائز. وهذا في من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع، باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم الآن أن تنظروا في أحوال نسائكم كيف يصنعن في المصائب من لطم وشق للجيوب وشد للشعر وصياح وغير ذلك من المنكرات التي ينكرها جعفرنا، لا يقبلها ويرى أنها مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. جعفرنا هو جعفرهم.